كان يا ما كان، والصلاة والسلام على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. جلس مازن على الشاطئ يحمل صنارة صغيرة، وبجانبه أخوه محمد يرمي الخبز في البحر ليجمع الأسماك. كانت الشمس مشرقة والأمواج هادئة كأنها تدعوهم للعب. فجأة تحركت صنارة مازن بقوة، شدها بكل طاقته، لكنها سحبته هو ومحمد إلى البحر. صرخ مازن: محمد، بنغرق! لكن بعد لحظات فتح عينيه بدهشة، كان يتنافس تحت الماء. نظر لمحمد فوجده يتنافس هو الآخر. ضحك محمد وقال: سبحان الله، إحنا عايشين. وبينما يسبحان وسط الأسماك سمع أصوات ضحكات قريبة. اقتربا من الشعب المرجانية، فوجد 3 بنات يسبحن ويلوحن بأيديهن. اقتربت واحدة منهن وقالت بابتسامة: أهلا. قال مازن بدهشة: أنتم مين؟ قالت الأولى: أنا هنا. وقالت الثانية: وأنا جنى. وأضافت الثالثة: وأنا رغد. سأل محمد باستغراب: بتعملوا إيه هنا؟ قالت جنى: كنا بنصطاد زينا زيكم. وأضافت رغد: لكن فجأة حاجة شدت سنارتنا وسحبتنا تحت. ابتسمت هنا وقالت: ولقينا نفسنا بنتنفس عادي زيكم. ضحك مازن وقال: شكله قدر جمعنا هنا. رد محمد: خلاص بقينا أصحاب نكمل المغامرة سوا. سبحوا جميعا وسط الأسماك المضيئة، وبين الصخور وجدوا صندوقا ضخما مقفولا. اقتربوا منه وحاولوا فتحه فلم يستطيعوا. وفجأة ظهر عليه كلام مضيء. قرأ محمد بصوت عال: أنتم أطفال طيبون تحبون الخير وتسمعون كلام والديكم، لهذا سأفتح لكم أبواب المغامرة. انفتح الصندوق وخرج منه نور قوي، امتلأ المكان بلمعان ساحر. قالت رغد: شكل باب لعالم جديد. ابتسمت هنا وقالت: يلا ندخل مع بعض. دخلوا جميعا إلى داخل الصندوق، ووجدوا لوحة مكتوبا عليها: هذه مغامرة من 5 مراحل، كل مرحلة جنة من الجنان، ومن يجتازها يصل إلى قصر النور. المرحلة الأولى: حديقة الفراشات العملاقة،